السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الأفاضل، متابعي قناة مجيد ليفربول، نرحب بالجميع إلى هذا الموعد المتجدد. ولكن قبل أن نبدأ الكلام، متابعينا الأفاضل، لا تنسوا تفعيل زر الجرس، الاشتراك في هذه القناة من أجل يصلكم إن شاء الله كل ما هو جديد عبر قناة مجيد ليفربول. إذا الكلام اليوم سيكون حول ديربي مدينة ليفربول، والمباراة بين إيفرتون وليفربول، وتعادل فريق ليفربول في ملعب الجوديسون بارك بهدفين مقابل هدفين. تعادل ربما أكاد أقول أنه غير مستحق نوعا ما بالنسبة لفريق ليفربول، قد يكون مستحق بالنسبة لفريق إيفرتون قياسا للمجهودات التي بذلها هذا الفريق. ولكن قلت خلينا نتكلم طبعا على أهداف الفريقين في هذه المباراة. الهدف الأول كان سجله ساديو ماني في الدقيقة الثانية في ليفربول، وكذلك محمد صلاح في الدقيقة 71. هذه أهداف ليفربول، بينما أهداف إيفرتون سجلها كل من أعتقد ليس أعتقد أكيد بطبيعة الحال مايكل كين في الدقيقة 29، وكذلك دومينيك كالفرت لوين في الدقيقة 84. سنعود طبعا لشريط الأهداف وسنعود لتحليل هذه المباراة، وسنبدأ الكلام بالتشكيل الذي دخل به كل فريق هذه المباراة. والبداية بفريق ليفربول يدخل بالأسلوب المعتاد 4-3-3 اللي نعرفوها على فريق ليفربول، ولكن على مستوى التمركز راح نشرح لكم طبعا تمركز لاعبي فريق ليفربول. طبعا 4-3-3 بدخول أدريان في الحراسة، فان دايك، وكذلك ماتيب على الجهة اليسرى، روبرتسون على الجهة اليمنى، أرنولد. طبعا روبرتسون واحد من أفضل اللاعبين في هذه المباراة، إن لم يكن هو الأفضل من وجهة نظري الخاصة. في وسط الميدان ثنائي هوندرسون وكذلك فابينيو، وكان أمامهم الكانتارا اللي لعب متقدم في الشوط الأول خاصة، بينما في الهجوم الثلاثي محمد صلاح، روبرتو فيرمينيو الغائب الحاضر تقريبا في هذه المباراة، وكذلك ساديو ماني كذلك أبرز العناصر في هذه المباراة. بينما الحديث بالنسبة لفريق إيفرتون دخل بأسلوب الحقيقة. لما تشوف أسلوب فريق إيفرتون يخيل إليك بأنه يعني الرسم التكتيكي 4-3-3، ولكن في الواقع إيفرتون لما تشوف المباراة مليح وتشوف انتشار لاعبي فريق إيفرتون بشكل جيد، تكتشف بأنه إيفرتون دخل بأسلوب 4-2-3-1 بتواجد بيكفورد في الحراسة، ياريمينا ومايكل كين في محور الدفاع، كولمان على الجهة اليمنى، لوكادين على الجهة اليسرى، ثنائي في الوسط كارتيكاز وكمسترجعي للكرات خاصة دوكوري، وكذلك على أمامهم الثلاثي الآخر جيمس رودريغيز في الوسط، على الجهة اليمنى على الجهة اليسرى غوميز، على الجهة اليمنى ريتشارلسون، وفي الهجوم كمهاجم صريح دومينيك كالفرت لوين. إذا لما نتكلم ربما على هذه المباراة في الشوط الأول، فريق ليفربول دخل المباراة مثل ما توقعنا، دخلها بضغط عالي، دخلها بإرادة كبيرة في تسجيل النتيجة المرجوة. دخلنا هذه المباراة بالضغط المفروض العادي اللي متعود أنه فريق ليفربول يمارس. ولكن الشيء الملاحظ ربما في الشوط الأول بالنسبة لقضية توظيف الكانتارا، قبل ما ندخل في تفاصيل الشوط الأول، قلت الكانتارا اللي لعب متقدم هو الشيء اللي كنت تمنيته صراحة أنا البارحة قبل بداية هذه المباراة. الكانتارا شفناه لعب تقريبا خلف الثلاثي الهجومي خاصة في الشوط الأول، وشفناه تقدم كثيرا في الهجوم وساند الهجوم، كانت له عدة محاولات على المرمى بسبب التمركز المتقدم في الشوط الأول. الشوط الأول يبدأ فريق ليفربول بطبيعة الحال بقوة، وأول عمل هجومي رائع جدا بين الثلاثي، تصور صلاح وروبرتسون وكذلك ماني. ولكن خليوني فقط نوقف عن جزئية، وهي التمريرة تاع صلاح اللي كانت لروبرتسون أو اللي وصلت لروبرتسون. هي الحقيقة صلاح كان يقصد التمرير لماني، اتصور انه صلاح ضيع الكره، والكره راحت قويه، ولحسن الحظ وجدت روبرتسون، لكن روبرتسون يهيئ كره لساديو ماني اللي يتمكن من توقيع اول اهداف المباراه على مستوى الدقيقه الثانيه. ليفربول صراحة يستحق هذا التقدم المبكر، لأنه منذ البداية دخل المباراة كما لازم الحال. شفنا أكثر استحواذ، شفنا أكثر يعني شفنا العناصر تاع ليفربول هي اللي كانت تتفوق في الصراعات الثنائية في بداية المباراة. شفنا ضغط عالي من الرباعي ساديو ماني، محمد صلاح، وروبرتو فيرمينيو، وكذلك تياغو الكانتارا، حتى ثنائي وسط الميدان فابينيو وهندرسون، اللذين صراحة أديا مباراة في المستوى خاصة في الشوط الأول. شفنا ربما فابينيو وهندرسون أغلقا المنافذ خاصة على جيمس رودريغيز. شفنا فريق ايفرتون صار مضطر انه يلعب على اللعب المباشر. وربما لو تحب تحسب ربما محاولات فريق ايفرتون قبل هدف مايكل كين، هدف التعادل، نظن بانه فريق ايفرتون لجأ للعب المباشر بسبب الضغط الكبير الذي فرضه عليه فريق ليفربول، سواء في المنطقه الدفاعيه او حتى في الوسط. فرضنا ضغط كبير جدا جدا على جيمس رودريغيز. كان عارف يورجن كلوب بان خطوره ليفربول او خطوره ايفرتون تتمثل في اللاعب جيمس رودريغيز، وبالتالي يعني تضييق المساحات على هذا اللاعب الخلاق بطبيعه الحال بالنسبه لفريق ايفرتون. لكن خلينا فقط نشير للدقيقه الرابعه،
وإن كانت محاولة فريق إيفرتون أو لفريق ليفربول، وعلى إثرها يتدخل الحارس بيكفورد بقوة صراحة ويتسبب في إصابة فان دايك. طبعا الكرة كانت من وضعية تسلل حسب حكم المباراة مايكل أوليفير اللي راح نرجع له على كل حال في نهاية هذا الفيديو. تدخل قوي جدا بالنسبة لبيكفورد، كان صراحة يستحق الطرد ما فيهاش كلام. طبعا هل أنه ما دام أنه الكرة كانت أصلا تسلل معناها أنه تدخل تاع بيكفورد ألغي واعتبر أنه كأنه لم يكن؟ مانيش عارف أنا صراحة كيف يمكن لحكم المباراة أن يتغاضى عن هذه اللقطة. والدليل على ذلك هو خروج فان دايك مصابا بعد هذا التدخل. نعرف بأن فان دايك في قلة، ربما أنا أول مرة تقريبا نشوف فان دايك يخرج مصاب في مباراة منذ وصوله ليفربول. أول مرة فان دايك يخرج مصاب لمباراة لفريق ليفربول، ومع ذلك حكم المباراة حتى البطاقة الصفراء ما عطاهاش. حتى البطاقة الصفراء، هو التدخل يستحق الطرد ما فيهاش كلام وما فيهاش نقاش، ولكن على أقل تقدير أضعف الإيمان مثل ما يقال البطاقة الصفراء تكون حاضرة، العقوبة الإدارية تكون حاضرة. صراحة ما فهمتش أنا قرار الحكم مايكل أوليفير في هذه الكرة. ويعني بعد ذلك خروج فان دايك ودخول غوميز دي طبعا أدى نوعا ما في هذه المباراة، ولكن خلينا نقول بأنه هدف التعادل جاء في الدقيقة 28 أو 29 والله ما نتذكرش مليح. المهم كان على إثر ركنية ورأسية من مايكل كين. على كل حال في المستوى الدقيقة قلت 29 هدف لفريق إيفرتون، ربما هدف يسأل عنه دفاع فريق ليفربول ويسأل عنه أيضا الحارس أدريان. لازم أدريان يكون عنده اللمسة تاعه في الأهداف التي تدخل في مرمى فريق ليفربول. عموما ممكن لوم الدفاع، ممكن لوم الحارس أيضا، لأنه الرأسية أي نعم كانت قوية ولكنها لم تكن في سقف المرمى. كان بالإمكان ممكن أنه يتصرف أفضل من ذلك أدريان، ولكن خلينا ربما نتجاوزوا على الأمر هذا لأننا راح نزيدوا نتكلموا عليه فيما تبقى من عمر المباراة. قلت هدف التعادل، هدف مقابل هدف، ولكن مع ذلك بقي ليفربول هو المسيطر، هو الأكثر استحواذا في الشوط الأول. قلت شاهدنا صراحة أيضا ربما لو تلاحظ أيضا لم تكن هناك كرات كثيرة في عمق دفاع فريق ليفربول. حتى المحاولات اللي قام بها فريق إيفرتون في الشوط الأول كانت عبارة عن اجتهادات فردية، عن طريق ريتشارلسون او عن طريق دومينيك كالفرت لوين. كنا نشوف في ايفرتون يعتمد على الكرات الطويله لكالفرت لوين، وهو الذي يهيئ الكره لزملائه من الخلف سواء جيمس رودريغيز او اندري غوميز، هو اللي يهيئ لهم الكره بسبب طبعا انه يحسن لاعب الكرات الهوائيه. قلت شفنا بانه حتى المحاولات القليله لفريق ايفرتون تقريبا محاولتين فقط في الشوط الاول او ثلاثه كانت عباره عن اجتهادات فرديه. لم نشاهد عمل جماعي بالنسبه لفريق ايفرتون في الشوط الاول، وبالتالي هذا يعني انه فريق ليفربول نجح في الحد من خطورة مفاتيح أو الحد من خطورة فريق ليفربول، أو عفوا فريق ليفربول لنجح في الحد من خطورة مفاتيح اللعب لدى نادي إيفرتون، وينتهي الشوط الأول بهدف مقابل هدف رغم أن فريق ليفربول كان الأفضل في الحقيقة في الشوط الأول. الشوط الثاني تقريبا هنا نقدر نقولوا فريق ايفرتون دخل افضل نوعا ما بالنسبه لفريق ليفربول مقارنه بفريق ليفربول، ومقارنه بدخوله في الشوط الاول كان له دخول افضل من ليفربول، خاصه على مستوى العشرة الى 15 دقيقه الاولى من عمر الشوط الثاني. شفنا كانت محاوله من ريتشارلسون اعتقد راسيه اصطدمت بالقائم، ايضا كانت تسديده لجومس رودريغيز صدها الحارس ادريان، ولكن مع محاولتين فريق ايفرتون ربما لم يهدد مرمى فريق ليفربول، وعاد فريق ليفربول للسيطره، وعاد للاستحواذ، وعاد لخلق الفرص، وعاد للضغط على مرمى فريق ايفرتون. وكانت له عده محاولات، ولكن خلينا نقول ربما الهدف الثاني اللي ياتي في الدقيقه 71 بعد عمل جماعي رائع جدا، والتوزيع اعتقد كانت من ترينت الكسندر ارنولد، ترجع من ياريمينيا والمتابعه من محمد صلاح بالرجل اليسرى قويه في زاويه صعبه على الحارس بيكفورد. هدفين مقابل هدف. محمد صلاح ايضا تحرك في هذه المباراه وكانت له اكثر من فرصه على مستوى الشوط الاول شاهدناه. كنت نسيت باش نذكر بالفرص اللي كانت لمحمد صلاح في الشوط الاول. كانت له فرص كرتين، كانت له كره في الدقيقه 20 كان بالامكان ان يتعامل معها افضل من ذلك، وكانت له كره ايضا جات ربما الرجل الغير مفضله له. يعني نقدر نقول بان محمد صلاح تحرك في الشوط الاول. الشوط الثاني يجسد هذا المستوى المقبول في هذه المباراه ويسجل الهدف الثاني لمصلحه فريق ليفربول. كانت له ايضا محاوله بعد ذلك في الدقيقه 78 تصويبه من اروع ما يكون يصدها الحارس بيكفورد واخراجها للركنيه. صراحه فريق ليفربول كانت له عده محاولات في الشوط الثاني وسيطر على المباراة خاصة بعد أن سجل الهدف الثاني، ولكن تأتي الدقيقة 84 أين يتمكن فريق إيفرتون بعد توزيع أعتقد من ريتشارلسون من هناك على الجهة اليسرى لهجوم فريق إيفرتون، وكالفرت لوين يرتقي عاليا ويسجل الهدف الثاني. وهنا نوعا ما في هذا الهدف أنا صراحة على مستوى الدقيقة 84 لوم شوية غوميز لأنه علاه أولا أنت تشوف في ماتيب على مستوى القائم الأول ماتيب معناها ماهوش معك،
معناها خلفك ظهير، والظهير اللي كان خلفه هو روبرتسون مهما كان الحال ما يقدرش ينافس كالفرت لوين في الكرات الهوائيه. هذه نقطه. النقطه الثانيه، انت تشوف الحارس ادريان بانه ما زال في مكانه، ما خرجش. هذا معناه بانك انت المدعو للعب هذه الكره، تصعد ترتقي، تحاول انك تلعب، تحاول انك تصعب من مهمه كالفرت لوين. شفناه صعد وحده تقريبا اللاعب ووجه الكره في الزاويه التي يريد، وايضا رده فعل بطيئه نوعا ما من ادريان في كره الهدف الثاني. ممكن ايضا حملوه شويه المسؤوليه، ولكن خليني نقول بانه جوميز يتحمل جزء كبير من مسؤوليه الهدف الثاني، لانه عليه هو اللي كان ممكن، هو اللي كان منتظر منه انه يحاصر كالفرت لوين. انت راك في منطقه تقريبا يعني كره او توزيعه كانت على يعني مستوى نقطه الجزاء. هذا يعني بانه المهاجم خلفك وماتيب امامك والحارس امامك ما خرجش، مش عارف انا يتعامل مع الكره. تقريبا جوميز تعامل بالكره نقدر نقول بسلبيه في هذه الجزئيه، ولكن عموما هدف التعادل بهدفين مقابل هدف. ثم ياتي تبقى محاوله فريق ليفربول، وياتي هدف ثالث لمصلحه ساديو ماني او لمصلحه هوندرسون بعد عمل ثلاثي رائع جدا بتمريره سحريه من اروع ما يكون من تياغو الكانتارا، واحد من افضل اللاعبين ايضا في هذه المباراه على مدار الشوطين. اي نعم الشوط الاول تياغو رجع لي المنصب الاصلي تاعو بعد ما تلعب في الشوط الاول بشكل متقدم، في الشوط الثاني رجع لي المنصب الاصلي تاعو وهو يعني خلف الدائره مثل ما يقال، ولكنه ادى الشوط الثاني ايضا في المستوى واعطى التمريره السحريه لساديو ماني. ومع ذلك ساديو ماني قلت يلعب كره عرضيه ايضا لهوندرسون اللي سجل الهدف الثالث، وظننا اننا يعني فزنا بتلك المباراه، ولكن ياتي قرار اخر من مايكل اوليفير صراحه. والله انا لا اريد ان اتدخل يعني في شؤون التحكيم، احنا محللين ماناش يعني حكام، ولكن خلي الانسان يعطي رايه مثل ما يقال، ومانيش عارف اذا كان توافقوني الراي. اتصور انه ياري مينا مثلا كان هو اللي كان مكسر شويه مسألة التسلل، كانت قدم تاع ياري مينا اعتقد هي كانت مكسره التسلل. انا نظن بانه ياري مينا كان خلف، ما كانش على خط واحد مع ماني، كان متاخر على ماني نسبيا. مش عارف انا صراحه هذا الهدف لماذا رفض يعني بجزئيات وبسنتيمترات او مش عارف. المهم انا لما شفت الصوره البطيئه ظهر لي بانه ياري مينا هو اللي كان مكسر التسلل نوعا ما. نتمنى ربما يعني نسمع يعني ارائكم في هذه النقطه بالذات. المهم المباراة تنتهي بالتعادل بهدفين مقابل هدفين. لما تقيم ربما أداء لاعبي فريق ليفربول بشكل عام في هذه المباراة، نظن بأنه خط الدفاع، ربما نتكلم على جوال ماتيب الذي يعود بعد غياب كبير. أتوقع أنه ماتيب أو أتصور أنه ماتيب أدى مباراة مقبولة إلى حد كبير، ربما لم يرتكب أخطاء كثيرة، كان يمكن أنه يسجل في إحدى الكرات لما صعد بالراس. نظن بأنه أدى مباراة مقبولة. ونظن أيضا أنه خروج فان دايك كان منعرج صراحه بالنسبه لفريق ليفربول، لانه نعرف القيمه تاع فان دايك، وفان دايك لاول مره يخلي زملائه في مباراه، واية مباراه هي مباراه ديربي امام ايفرتون. قلت ولكن جوميز عموما ادى مباراه مقبوله الى حد ما عدا الخطا السلبي او الخطا في تعامله في كره الهدف الثاني، التعامل بسلبيه مثل ما قلت. عدا ذلك نظن بانه ادى مباراه يعني مقبوله الى حد ما. ارنولد ربما كان حاضر ولكن لم يكن حاضر بالمستوى اللي كان حاضر به روبرتسون. شفنا ارنولد كان يشارك في الهجوم، كان يعود صراحه على المستوى الدفاعي، كان في المستوى هجوميا ربما لم يقدم الاضافه المرجوه، ما عدا ربما في المخالف المباشر نفذها بروعه. على كل حال كان بالامكان انه يسجل من خلالها، هي كانت واحده من كرات الشوط الاول، اضافه الى تسديدتي تياغو في الشوط الاول. تياغو اللي صراحه كان واحد من افضل لاعبي هذه المباراه باسترجاع الكرات، بالمشاركه في بناء اللعب، خاصه على مستوى الشوط الاول عندما لعب بشكل متقدم. في الشوط الثاني قلت شفناه رجع للخلف، لعب خلف الثنائي هوندرسون وكذلك فابينيو. الشوط الثاني طبعا التغييرات ما تكلمناش عليها، التغييرات كان خروج فيرمينيو الحاضر الغائب. خلينا نقول بانه فيرمينيو صراحه مستواه صار مقلق، مستوى روبرتو فيرمينيو صار مقلق كثيرا كثيرا كثيرا، وانا كنت اتمنى انه يخرجوا فعلا. يورجن كلوب كان يشوف جيدا هذه المباراه، ويعني خرج فيرمينيو وادخل جوتا، بعدها جوتا لعب كجناح وتحول ساديو ماني في مكان فيرمينيو كراس حربه تقريبا. ساديو ماني كالعاده اداء ثابت، لا داعي للتكلم على ساديو ماني، كالعاده اداء بدني وفير، ضغط على حامل الكره، المشاركه في الهجوم، المشاكسه على كل كره. ساديو ماني بطبيعه الحال ايضا ما ننساش انه ساديو ماني هو ايضا كان ضيع فرصه في الشوط الاول بعد الهدف الاول، كان فتح رجله كثيرا، كانت لعبه ثلاثيه رائعه جدا ضيعها في الشوط الاول. يعني فرص ليفربول خاصه الشوط الاول كانت كثيره، ولكنه لم يستثمر تلك الفرص. كان بالامكان على الاقل انه يسجل هدفين في الشوط الاول. لما تشوف تسديدات الاحصائيات 22 تسديده ليفربول مقابل 11 لايفرتون، 8 تسديدات مؤطره لليفربول مقابل 5 لايفرتون، 58% كاستحواذ بشكل عام مقابل 42% لمصلحه فريق ليفربول لمصلحه فريق ايفرتون، بينما 5
ركنيات لفريق ليفربول مقابل ركنيتين فقط لفريق ايفرتون. ولكن خلينا نقول بأن ليفربول عموما نجح ربما في منع ايفرتون من تشكيل الخطوره المعتاده. اي نعم تلقينا هدفين، ما زالت المشاكل الدفاعيه بالنسبه لفريق ليفربول، ولكن خلينا نقول بأنه النقطة اليوم في ملعب الجوديسون بارك ربما ليست سيئة إلى حد كبير قياسا للوجه الذي يظهر به فريق إيفرتون في بداية هذا الموسم. أي نعم ليفربول كان يستحق الانتصار، ولكن ربما إيفرتون أيضا لعب مباراة كبيرة خاصة على مستوى الجاهزية البدنية وعلى المستوى القتالي على كل كرة. أيضا طرد ريتشارلسون ما ننساش في نهاية المباراة، هذا ذلك الطرد الذي كان مستحق بعد تدخل قوي أعتقد على تياغو الكانتارا، تدخل صراحة طرد في محله وقرار صحيح من حكم المباراة السيد مايكل أوليفير، الذي ربما نلومه فقط على جزئية فان دايك في الشوط الأول عندما لم يمنح البطاقة الحمراء أو حتى الإنذار على أقل تقدير للحارس بيكفورد الذي أنقذ فريقه والذي ساهم أيضا بقسط وافر في تحقيق إيفرتون لنتيجة التعادل. أيضا قلت نلومه أيضا على لقطة الهدف الثالث لمصلحة فريق ليفربول، ربما كان بالإمكان أنه ذلك الهدف ربما يحتسب، لأنه تسلل صراحة لم يكن واضح تماما بالنسبة لساديو ماني. ولكن خلينا نقبل بقرارات حكام المباريات، هم طبعا السادة الأوائل لمباريات كرة القدم، ولكن لما تقيم المباراة بشكل عام نظن بأن ليفربول أدى مباراة يعني مقبولة إلى حد كبير، كان حاضر على المستوى البدني، كان حاضر على المستوى الذهني، كان حاضر أيضا على مستوى يعني خلق الفرص السانحة للتهديف. ما شاهدناش إيفرتون كثيرا في هذه المباراة، ولكن إيفرتون نجح في افتكاك نقطة من فريق ليفربول. تبقى على كل حال نقطة ليست سيئة بالنسبة لفريق ليفربول، أي نعم كان يستحق الأفضل، ولكن هذه هي مباراة الديربي وهذه أحكام مباراة الديربي، علينا أن نتقبل الأمر. في النهاية متابعينا الأفاضل، هذا وش عندنا نقول حول هذه المباراة. نتمنى أن نكون قد وفقنا لحد ما في رسم صورة لهذا الديربي. أتمنى أن أجد تعليقاتكم وآراءكم حول هذه المباراة وحول ما دار في هذه المباراة. في النهاية نحيي الجميع بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.